في خبر آخر، استلمت توأم الجزائري عبد اللطيف وفؤاد بقى جائزة الشيخ محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي في فئة الرياضي. حقق إنجازا في ظروف وتحديات صعبة من أصحاب الهمم، ذلك في الحفل الذي أقيم برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي. وفاز فؤاد بقة بالجائزة بعد حصوله على الميدالية الذهبية في سباق 800 متر في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة بلندن 2017، والميدالية الفضية في سباق 1500 متر، كما حطم الرقم القياسي للبطولة في هذا السباق. وهو الشأن بالنسبة لعبد اللطيف الذي توج بالجائزة أيضا لحصوله على الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة بلندن 2017، والميدالية الفضية في سباق 800 متر، وحطم الرقم القياسي للبطولة العالمية في هذا السباق.